السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار ريال مدريد اليوم 5/8/2025 الثلاثاء. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويا سلام يملوك لو توصلون ال1000 لايك لهذا الفيديو أكون سعيد جدا. يلا بينا مع أول أخبارنا. أول حصة تدريبية ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد. عاد لاعبو ريال مدريد اليوم الاثنين إلى تدريبات الفريق لبدء تحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو. لاعبو الريال خاضعوا في الصباح للفحوصات الطبية، وفي المساء خاضوا أول حصة تدريبية. قرار نهائي من ريال مدريد. كشف الصحفي توماس غونزاليس عن موقف النادي من التعاقد مع لاعب وسط جديد قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية. الصحفي قال أن الريال يرى أنه لديه ما يكفي من لاعبي خط الوسط مثل غولر وكامافينغا وبيلينغهام وسيبوس وفالفيردي وتشاوميني. النادي لن يتحرك لإبرام أي تعاقدات جديدة في خط الوسط قبل غلق نافذة الانتقالات الجارية، وهذا قرار نهائي من الإدارة. الريال يعتبر أن لديه فائضا من لاعبي الوسط ولا يخطط لإنفاق مبالغ طائلة لضم قائد، حيث طالب ألونسو بلاعب جديد لتعويض رحيل مودريتش وكروس الذي ترك الفريق بلا قائد على أرض الملعب. ولكن رد النادي كان حاسما، فمع لاعبي الوسط الموجودين بالإضافة إلى إبراهيم دياز كلاعب وسط هجومي مع ترينت الذي لعب كوسط أيمن جيد كما أظهر في ليفربول، فإن النادي لن يقدم أو يقدم على أي تعاقد جديد في هذا المركز. لاعبان فقط من ريال مدريد لم يحضرا اختبارات اليوم الأول. شهدت اختبارات اليوم الأول لفحوصات اللياقة البدنية في ريال مدريد غياب لاعبين فقط عن الحضور، وهما الوافد الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتون والذي لم يبلغ بعد السن القانونية للمشاركة الرسمية حتى منتصف الشهر الجاري، وجود بلينجهام العائد من إصابة في الكتف تمنعه من خوض اختبارات الإجهاد. وأكد الطاقم الفني بقيادة تشابي ألونسو معرفته المسبقة بظروف اللاعبين مع وضع خطة لدمجهم تدريجيا في تدريبات الفريق استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد. مودريتش يجيب: هل ميلان بمستوى ريال مدريد؟ أعرب النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن انبهاره الشديد بأجواء نادي ميلان منذ انتقاله إليه هذا الصيف، مؤكدا أن أرونسيري نادي كبير لا يقل في إمكاناته عن ريال مدريد. وفي تصريحات مودريتش: ميلان بمستوى ريال مدريد بالتأكيد. عندما جئت لهنا لأول مرة كان من السهل ملاحظة مدى عظمة هذا النادي، التنظيم مميز، الناس والجماهير والملعب، كل شيء على أعلى مستوى. لهذا السبب يعشق جمهور الريال فالفيردي. توقف نجم ريال مدريد فيدي فالفيردي خارج عيادة النادي عقب إجراء الفحوصات الطبية الروتينية في اليوم الأول لعودة لاعبي ريال مدريد إلى مقر التدريبات ليتفاعل مع الجماهير التي كانت في انتظاره. فالفيردي حرص على توقيع أوتوغرافات للمشجعين والتقاط الصور التذكارية معهم في مشهد يعكس العلاقة القوية بين اللاعب وجماهير النادي الملكي، ويبرر سبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين أنصار ريال مدريد. كاريراس ممنوع من مغادرة الفالدبياس بأمر الجماهير. شهد مركز تدريبات ريال مدريد الفالدبياس موقف لافت في أول يوم عودة لاعبي الفريق للعمل، حيث وجد الوافد الجديد ألفارو كاريراس نفسه محاطا بعشرات الجماهير التي حرصت على استقباله ومطالبته بالتوقف لتوقيع تذكارات والتقاط الصور. ونشرت صحيفة ماركا عبر حسابها على منصة إكس فيديو يوثق اللحظة حيث ظهر كاريراس وهو يلبي طلبات الجماهير التي أصرت على عدم مغادرته قبل الاستجابة لهم، في مشهد يعكس الحماس الكبير تجاه الظهير المنضم حديثا لصفوف النادي الملكي. شاد من سيكون بطل الدوري الإسباني والإنجليزي الموسم القادم. رصدت 4 برامج للذكاء الاصطناعي توقعات بشأن أبطال الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في موسم 2025-2026 الذي ينطلق بعد أيام قليلة. البرامج الأربعة اختلفت في توقعاتها للأندية المرشحة للفوز بلقب الدوري في البيغ 5 بين استمرار سيطرة نفس البطل واستعادة بطل سابق لهيمنته، مع إجماعهم على استحالة تتويج بطل جديد. ريال مدريد هو المرشح المفضل من قبل 3 تطبيقات لاستعادة لقب الليجا مقابل تطبيق واحد مرشح غريمه برشلونة. لونين يحسم مستقبله مع ريال مدريد. أكد الحارس الأوكراني لريال مدريد أندري لونين للصحفيين رغبته في الاستمرار مع النادي الملكي، وضعا حدا للشائعات التي ربطته بالرحيل هذا الصيف. لونين أثناء توقيعه للجماهير عند وصوله للمدينة الرياضية أجاب على سؤال أحد الصحفيين قائلا: أنا دائما سعيد في ريال مدريد وبالطبع أريد البقاء،
رودريغو يسعى لإقناع تشابي ألونسو. يبدأ رودريغو غوس فترة التحضيرات الموسم الجديد بعقلية واضحة، إثبات جدارته في التشكيلة الأساسية لريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو. بحسب ما ذكرته صحيفة آس، فإن اللاعب البرازيلي يدرك أن عليه الآن إقناع مدربه بقدرته على التأقلم مع النظام الهجومي الجديد رغم المنافسة الشرسة التي يشهدها خط هجوم الفريق الملكي. يتمسك رودريغو بخياره البقاء في ريال مدريد، ويثق في قدرته على استعادة مستواه العالي لإقناع تشابي، كما يرى أن الموسم سيكون طويل بما يكفي لفرض نفسه من جديد في نادي يعرفه جيدا ويشعر بالانتماء إليه. أرقام تجعل فينيسيوس خارج خطة تشابي ألونسو بشأن ركلات الجزاء. يواجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور احتمال الابتعاد عن تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد خلال الموسم الجديد، وذلك في ظل الأرقام السلبية التي سجلها في هذا الجانب، والتي قد تؤثر على قرارات الجديد تشابي ألونسو. وفقا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فعالية فينيسيوس في تنفيذ ركلات الجزاء لا تتجاوز 66%، بعدما سجل 8 أهداف من أصل 12 محاولة، على الرغم أنه كان الخيار الأول لتسديد الركلات بعد رحيل كريم بنزيما، فإن أداؤه شهد تراجعا ملحوظا في الموسم الماضي، مما أفقده الثقة في هذا الدور. ما بدأ كمراهنة ناجحة على قدراته تحول إلى مصدر قلق، مع أهمية الفعالية في مثل هذه اللحظات الحاسمة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن تشابي ألونسو يدرس خيارات بديلة أكثر موثوقية، مع تزايد الحديث عن تولي كيليان امبابي مهمة تنفيذ الركلات في الموسم القادم. فينيسيوس الذي يحمل القميص رقم 7 في ريال مدريد يجد نفسه متأخر في سلم الأولويات فيما يخص ركلات الجزاء، في ظل بحث الجهاز الفني عن أعلى معدلات الحسم والدقة. أول قرارات تشابي ألونسو بعد عودة ريال مدريد للتدريبات. بعد أن استأنف ريال مدريد تدريباته صباح اليوم استعدادا للموسم الجديد، حيث يضع الفريق أنظاره على أولى مباراة الليغا أمام أوساسونا يوم 19/8. وفي أولى قرارات الفنية أبدى المدرب الجديد تشابي ألونسو اهتماما فوريا بالمواهب الصاعدة من أكاديمية لا فابريكا، حيث قرر استدعاء 3 لاعبين للتدريب أو للتدرب مع الفريق الأول، على رأسهم النجم الشاب مانويل أنخيل الذي يعتبر من أبرز الأسماء الواعدة في الأكاديمية. وبحسب ما أفاده الصحفي رودرا من شبكة سبين، فإن تشابي ألونسو يرغب في متابعة مانويل أنخيل عن قرب تمهيدا لاحتمال الاعتماد عليه في الموسم القادم، رغم أن مشاركته في التدريبات لا تزال محل شك بسبب بعض الانزعاجات البدنية التي يعاني منها اللاعب. سيبايوس يقف عائقا أمام أندية الليغا. أكد الصحفي ماريو كورتينياغا أن انتقال داني سيبايوس لاعب ريال مدريد إلى أي نادي إسباني خلال فترة الانتقالات الحالية يبدو أمرا معقدا بسبب ارتفاع راتبه السنوي الذي يبلغ 4.5 مليون يورو صافي، إلى جانب القيمة المطلوبة للتخلي عنه والمقدرة ب15 مليون يورو. وأشار الصحفي إلى أن معظم أندية الليغا تجد صعوبة في تحمل هذه التكاليف، وهو ما يجعل من شبه المستحيل أن يقدم أي نادي عرضا بهذا الحجم. في المقابل شدد سيبايوس على أنه يفضل البقاء مع ريال مدريد إذا لم يتلقى العرض المناسب له وللنادي. الموعد المحتمل لعودة بلينغهام إلى الملاعب. كشف الصحفي ألبرتو بيريرو عن الموعد المحتمل الذي سيعود فيه النجم جود بلينغهام من جديد إلى الملاعب. ألبرتو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي: سيعود تحديدا في الجولة 7 من الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد. في الختام لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وريت نوصل باللايك ل1000 لايك، واشتركوا في قناتي وفعلوا جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.